عسلامة، مرحبا بكم في كوجين حنونة. إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي. اليوم إن شاء الله باش نعمل بسكوت تونسي بنكهة البرتقال. تبقى كيف ما قاعدين تشوفوا الشكل مختلف شوية. تبقى البدنة الأصلية الزبنية بنت بسكوت الليم. المقادير سهلين على الآخر، 5 عظمات، 5 بيضات كاملين، باش نضيف عليهم 300 جرام سكر. تنجموا تنقصوا في السكر اللي ما يحبش برشا سكر، وباش نزيدهم 2 ساشيات سكر فاني. نخلطهم بالباهي مع بعضهم، ماذا بينك السكر يذوب مع البيض. وباش ناخذ كعبة ليم نبشرها وناخذ الزيت متاعها، وباش نضيفه هنا مغرفة كبيرة جلجلان مرحي. جلجلان يفوح البسكوت، وتنجموا زادا تزيدوا جلجلان العادي، جلجلان كعب مش بالضرورة يكون مرحي، وهو مكون اختياري تنجموا تستغنوا عليه. تو باش نضيف كاس ليم ما يعادل 150 مليلتر، ونخلط مليح المكونات الكل. باش نزيد زيادة شوية فاكهة مهروشة، لوز وبوفريوة. وهنا باش نزيدو كاس زيت كبير ما يعادل كيف 150 مليلتر، ونخلطوا المكونات الكل مع بعضها. وما تبقانا كان باش نزيدوا الفرينة والخميرة بالطبيعة، حطيت 3 ساشيات خميرة، والفرينة باش بالضبط استعملت كيلو فرينة. نبدأ نضيفه فيه بشوية بشوية، ونخلطوا بالطبيعة نغربلوه كما ريتو، ونخلطوا المكونات الكل مع بعضها. ملو نجموا نخلطوا بالفوي ولا حتى من غير فالوح، ومن بعد كيف الخليط يشد روحه بالكدا نوليو نستعملوا هدينا. وماذا بينا نلموا المكونات الكل مع بعضها لما ما نعجنوش البات مش كما في الخبز. في المرحلة هذه أنا شفت العجينة مازالت طرية برشا، مازالت تستحق الفرينة، وباش نكمل نضيف لها بقية الفرينة الكل. دونك نستعمل كيلو فرينة. المقادير الكل تلقوهم إن شاء الله في صندوق الوصف. وفي الاخر نتحصلوا على عجينة تكون طرية، وفرد الوقت تتلم زادة نجموا ان نشكلوها كيف ما قاعدين تشوفوا فيها. ما تبقى لي كي مش نغطيها بشوية بابي ونخليها ترتاح كي نفي ساعة، ومن بعد باش نشكلها كرات صغيرات. هنا ماذا بيكم تستعملوا القفازات، كان ما همش متوفرين تنجموا تدهنوا ايديكم بشوية زيت وتشكلوا كعبات البسكوت. وبالطبيعة عندكم الاختيار هنا تختاروا الشكل اللي تحبوا عليه. وبحرف الكيس كنت دهنته بشوية زيت باش نضغط على الكعبة بسكوت، باش تزيد نزينها شوية. وبالطبيعة ما تنساوش تسخنوا الفور. هنا حرارة مش عالية، حرارة متوسطة 160-170 درجة لين يحمر. وكل واحد وكيفاش يحب البسكوت، وفما شكون يحبوا معناتها طايب بزيت، فما شكون يحبوا متوسط. انتوما عندكم اختيار اللون، وصدقوني جاو فوحين على الاخر. والاكثر بنا باش نذوب شوية شوكولا، حكاية 2 توابع 3 توابع ماكسيموم. ونغطس فيهم كعبات من البسكوت. في كل مرة نذكركم ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديدنا الكل. ان شاء الله يا ربي الوصفة عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي في الكومنتارات قولوا لي شنو رايكم. اني هنا حبيت نعملها الاكثريه لمجة الصغار، حويجة دياري وكلها منفعة في 2 صحتنا وجيبنا زادة. خاطر كريتو معناها الدنيا كيفاش غلاء، دونك انا قلت حويجة اقتصادية. وزيد ما شاء الله معناتها كيلو فرينة عملي بريسك حكة مليانة.
على ذكر الحكة بالطبيعة أهم حاجة بعد ما كملنا كعبات البشكوت وبردوا بيوم في حكيكة كيف ما هكا باش يقعد مطعمهم ما يتبدلش ويقعدوا أكثر مدة. تو ما تبقى لي كان باش نقولكم شكرا على المتابعة، شكرا على الدعم، دمتم بخير وإلى اللقاء في وصفات أخرى إن شاء الله.